السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم في قناتي ديلي سويداد، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. والوصفه ديال اليوم غادي تكون محنشه باللوز رائعه همويه، كتجي معلكه ومقرمشه، سهله في التحضير. ويلا ندوزو نشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير انا غادي ندير نص كيلو ديال اللوز اللي غنحتاج ليه مسكه حره، معلقه ديال الزبده، 150 غرام ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال مربى المشمش، وغادي نحتاج كذلك ما زهر ولا روح ديال الزهر. بالنسبه للوز طلعت فيه الغليه وقشرته وخليته فوق زويف ليله كامله حتى نشف ليا مزيان. عاد طحنته الطحنه الاولى. دائما كما كنقول لكم العقده ديال اللوز باش تجينا اللوز يعني باش تجينا معلكه كنطحنوا الطحنه الاولى حتى كيعطينا بودغ، عاد كنطحنوه مع سكر سنيده. بالنسبه للقاعده كتقول كل كيلو ديال اللوز كنديروا فيه 400 غرام ديال سكر سنيده. كما كتعرفوا انا دائما كنقص سنيده، درت غير 150 غرام عوض 200 غرام، حيت عندي معلقه كبيره ديال المربى المشمش اللي غادي يكون حلو، وغادي نعسلوها كذلك في العسل. يعني دائما كنقص الكميه ديال السكر. من بعد ما طحنت اللوز مع السكر كما لاحظتوا معايا راه ديجا ولا معلك، ضفت ليه المسكه حره اللي دقيتها مع شويه ديال السكر، وضفت هذيك المعلقه ديال الكونفيتور ديال المشماش، وغادي نخلط هذوك المقادير مزيان. كما كتلاحظوا معايا راه ديجا العقده بدات كتجمع وبدات كتعلق. غادي نضيف معلقه ديال الزبده، وغادي نخدم مزيان هذيك العقده، نجمعها مزيان وندلكها. كما كنعرفوا العقده اللوز كتبغي دليك مزيان، دلكوها مزيان ولا وحنا كندلكو وحنا كنرشوا شي 2 معالق تقريبا ديال ما زهر حتى 4 المعالق. الا شفتوا العقده ديالكم طلقات لكم الزيت بزاف، نتوما كتدلكوها هي كتطلق الزيت، كتبداو تضيفوا ما زهر حتى كترطاب لكم. كما لاحظتوا معايا العقده ديالي راه تقادات دابا ولا ترطبه، كتجي على هذا الشكل. بالنسبه للمحينشات غادي نحتاجوا زليفه اللي فيها الزيت وزلافه باش غادي نلصقوا الدقيق والماء. من بغيتوا تلصقوا بياض البيض ماشي مشكل. انا هنا غادي ناخذ ورقه البسطيله، خديت الورقه الصغيره غادي نقطعها على 4 بحال كما كتلاحظوا في الصوره. غنقطعها الى نصفين، بعد كل نصف غادي نقطعوه على 2 باش كتجيني سهله في اللويه وكيجيو كلهم قد قد. بالنسبه لورقه البسطيله ديال المحنشه ضروري تكون يعني مقاده، تكون جديده، يعني ما تكونش مقاده يعني في قبل. ناخذوها اخر حاجه ناخذوها هي ورقه البسطيله، حيت الا كانت ورقه البسطيله مزيانه كيجيونا في الطويه سهله. غادي نحيد هذوك الجوانب اللي كيكونوا كارمين ولا ناشفين، غادي نحيدهم كلهم. من بعد ضروري ما ندير الورقه البسطيله ديالي في ورقه عفوا في بلاستيكه باش ما تنشفش ليا، ونبدا ناخذ غير الطريف اللي غادي نخدم به. غادي نحل الورقه باش غادي نخدم، غادي نوجد شحال من ورقه ونديرهم في بلاستيكه باش تجيني الخدمه سهله. من بعد غادي ناخذ القليل من العقده اللوز، تقريبا درت فيهم 13 غرام في كل محنشه، وجاوني محنشات اللي يعني قياس واحد وصغيورين. كنحاول نروليهم على شكل بودان اللي يكون رقيق كما كتشاهدوا معايا. وبالنسبه لهذاك البودان ما يكونش يعني طويل على الجنب ديال الورقه البسطيله، يعني ما يكونش خارج فايتها ولا يكون قد خصو يكون صغر منها. غادي ندهن ورقه البسطيله بالزيت. كما لاحظتوا معايا راه العقده اللوز راه يعني ما واصلاش للجوانب، غتلاحظوا معايا بلي الجوانب ديال الورقه راه خاويين. غادي ندهن بالماء والدقيق، وضروري ما نخليو ان العقده ما توصلش للجوانب، هذه حاجه مهمه. بالنسبه للطرف اللي السقط دائما يكون لتحت باش ما يجيش باين.
غادي نحاول نوصل هذيك العقده، يعني نضغط بالاصابع ديالي ونوصل هذيك العقده للجوانب، ولكن ما نوصلهاش حتى للطرف. ضروري ما يبقاو لينا يعني ما يبقاو لينا الجوانب خاويين ديال باش نلقاو فين نلوي، وكذلك باش ما تخرجش لينا العقده من الورقه. وحنا كنقادو باصابع ديالنا كنضغطوا على العقده بحال كنوقفوها باش كيجينا الشكل ديالهم واقف. من بعد غادي نروليهم، غادي ندورهم، نجمع المحينشات ديالي، ولكن حاجه مهمه ما نزيروهمش باش العقده ديالنا طيب، وكذلك باش ما يتفرقعش لينا. كما كنعرفوا ان اللوز مازال غيتنفخ شويه في الفرن، ما نزيروش يدينا، هذه حاجه مهمه. الا زيرنا يدينا غادي يتفرقعوا لينا المحينشات ديالنا. انا غادي نعاود معكم شحال من وحده، غادي نعاود الرولي كما قلت لكم. القياس ديال العقده اللي درت انا 13 غرام في كل كره ديال العقده، ولا كل بودان ديال العقده فيه 13 غرام. انا يعني كنهز العقده اللوز كنعبرها في الميزان. هي كتشد شويه الوقت، ولكن راه يعني كيجيكم قياس واحد، كيجيو الشكل ديالهم منظم ومرتب. كنرولي كتلاحظوا يدي راه ما مزيراش، يعني كنرولي غير بشويه، ما كنزيرش يديا. دائما ما نلصقوا باش ما يتحلوش لينا. البلاصه اللي لصقنا فيها تكون لتحت، وكنضغطوا كنديروا هاد الحركه بيدينا بحال كنوصلوا هذيك العقده لدوك الجوانب اللي خاويين، او ميم طون ما كنخرجوهاش منها، يعني ما كنوصلوش حتى للاطراف. وحنا كنضغطوا وحنا بحال كنطلعوها باش كتجي الشكل ديالهم واقف. كما كتلاحظوا معايا في اللويه راه ما كنزيرش يدي، كنخليهم مرخوفين. الا كانت شي حاجه زعما الخويه، يعني الورقه يعني طويله بزاف ولا زايده، كنقصوها بالمقص. كما كتلاحظوا معايا انا راه ما كنديرش هذاك الحافه ديال ولا الاخر ديال ورقه البسطيله لتحت، كنديرهم غير في الجوانب، راه كيجي الشكل ديالهم زوين. يعني ملي كنتلصقهم لتحت ما كيجيش الشكل ديالهم زوين، وفي نفس الوقت راه ما كيتحلوش لينا بالمره. انا شاركت معكم الطريقه بالتفاصيل باش ان شاء الله الا جربتوهم غادي تنجحوا معكم. في نفس الوقت كنعطيكم النصائح باش ينجحوا معكم. ما كتلاحظوا الورقه راه خاويه في الجوانب، كنحاولوا نوصلوا هذيك العقده للجوانب، وحنا كنطلعوها الفوق بحال كنديروا الكعب ملي كنطلعوه الفوق بحال هكاك باش كيجينا الشكل ديالهم واقف. وبالنسبه للويه باش كنبداو داك الجانب اللي خاوي كنلويوه على بعضياته باش ما تحلش لينا، وكنلويو غير بشويه، ما كنزيروش يدينا. دائما ما كنلصقوا بالماء والدقيق. سمحوا لي كنهضر بزاف، ولكن ضروري ما نعطيكم يعني النصائح والاسرار باش ما يتحلوش لكم، حيت بزاف الناس اللي كيتحلوا ليهم ولا كيطرطقوا ليهم هذاك كتكون اما من القياس ديال السكر كيكون زايد. يعني انا عطيتكم يعني القاعده اللي كتقول كل كيلو ديال اللوز كنديروا فيها كنطحنوا معها 400 غرام ديال سكر سنيده. انا هنا دايره نص كيلو ديال اللوز، يعني غنطحن معاه 200 غرام، ولكن انا دائما ما كنقص السكر باش يلاه كيجيوني الحلاوه هي هذيك، ما كتجيش الحلاوه زايده. هاد الحركه ديال اننا كنوصلوا هذاك العقده وكنطلعوهم مهمه جدا في المحينشات باش كيجينا الشكل ديالهم زوين، كيجيو طالعين. اللويه كذلك كنلويو الورقه اللي خاويه هي الاولى، عاد كنبداو ندوروها بلا ما كنزيروا يدينا كما قلت لكم باش ما يطرطقوش لكم في الفرن. غنبقى مستمره على هذا الشكل. دائما ما كندهن الورقه بالزيت باش كتساعدني في اللويه ما كتجينيش ناشفه. وكندير البودان ديالي وكنلوي كنجمع، ما خصش اللوز يبقى باين ليا، ضروري ما يكون مغطي بالورقه. ومنين كنقطعوا الورقه على شكل مثلثات الصراحه كتجينا هي هذيك، ما كتجيناش الورقه كثيره، كتجي القياس هو هذاك.
وبالنسبه الا بغيتوهم كبار راه غير العقده اللوز كتزيدوا فيها وكتشريو الورقه البسطيله تكون كبيره. انا الصراحه فضلتهم يكونوا صغار، كيجيو صراحه متولين وهماويين. وبالنسبه اللي بغى الوصفه ديال المحنشه الكبيره راه ديجا شاركتها معكم ماما في القناه ديالي، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. غادي نبقى مستمره حتى نشكل العقده ديالي كلها. بالنسبه لهاد الكميه ديال نص كيلو ديال اللوز عطاتني 50 محنشه، يعني تبارك الله خرجت الخير والبركه. بغيتو تدبلوا المقادير راه غادي تدبلوا المقادير كلهم. انا شاركت معكم شحال من وحده باش تشوفوا الشكل ولا الطريقه ديال التشكيل ديال المحنشه. كل ما هزينا الفوق العقده كل ما كيجيو في الشكل زوينين، كيجيو طالعين الشكل ديالهم كيجي زوين. من بعد ما غادي نشكلهم كلهم غادي نستفهم في الطاوه. الفرن ديالي غادي نشعل عليه يسخن على نار اللي تكون متوسطه. غادي ندهنهم كلهم بالزيت باش تحمر ليا، وكذلك تجيني هذيك الورقه البسطيله مقرمشه، تجينا فيهم هذيك القرمشه. غادي ندهنهم كلهم وغادي ندخلهم للفرن اللي يكون متوسط حتى الهادئ، ما يكونش هادئ بزاف باش ما تحرقش لينا العقده الطيب. غادي نخليهم نبقى مراقباهم حتى يشدوا ليا في راسهم. غادي كما لاحظتوا دابا راه غير ذهبوا، دابا راه خرجتهم عاوتاني من الفرن غادي وكندهنهم بالزبده. من بعد نبقاو مقابلينهم كنحلوا عليهم مره ما نساوهمش، كياخذوش لينا الوقت بزاف. نقيسوهم في الوسط، منين كنقيسوا الوسط ديالهم كيبان لينا كيبومبي كنعرفوا راه باقي ما طابتش، ولكن منين كنقيسوا كيبان لينا راه صافي وقف قصاح كنعرفوا المحينشات ديالنا راه طابوا وكياخذوا واحد التحميره من التحت. ديك الساعه كنخرجوهم وكندهنهم كما كتشاهدوا معايا دابا في الفيديو. كندهنهم بالزبده. كنقول دائما كنقول ان الزبده خصها تكون من نوعيه جيده باش كيجيونا بنان. غادي ندهنهم كلهم وغادي نرجعهم للفرن لتحت باش كياخذوا ليا غير هذيك التذهيبه. تقدروا اللي كيبغيهم بيض على هكا ما يحمرهمش كما انا بغيتو تخليهم بيضين تخليهم، واللي كيبغي يحمرهم، ولكن صراحه الا بقاو بيضين كيجيو زوين في الشكل ديالهم. من بعد ما كيخرجوا ما كيتحمروا ليا كنخرجهم من الفرن. كنديرهم ديك الساعه في العسل، كنطفيهم في العسل تكون ثقيله شويه. العسل راه ديجا من السماء بالزهر. غادي نغطسهم في العسل ونخليهم يباتوا حتى ليله كامله. كل ما بقاو في العسل اكثر كيجيو مشربين هذاك العسل وكيزيد ويتعلقوا. كما تلاحظوا معايا راه كيجيو مذهبين وشاربين هذاك العسل. انا زينتهم باللوز كونكاسي. ممكن تخليوهم هكاك، ممكن تزينوهم باي حاجه بغيتو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها وتخلوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. ودائما كنوصيكم ما تنساوش ما تبخلوش عليا بلي جيم، كذلك ما تنساوش بارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ممكن للناس، كذلك باش تشجعوني باش نزيد نشارك معكم المزيد من الوصفات اللي مختلفه ومتنوعه، واهم شيء انها ناجحه. كما كتلاحظوا معايا راه كتجي معلكه هذيك الورقه، كتجي مقرمشه وكتجي معلكه من الوسط، وصراحه كتجي لذيذه بزاف. غير جربوها ما غاديش تندموا. وكنقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. الى اللقاء ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.